الخير مشاهدينا بحلقة خاصة جدا من على ذوقك. وبما انه هل علينا فصل الربيع بجماله وازهاره، حبينا انه نطل عليكم من هالمكان الرائع من نيوجيرسي لحتى نقدم لكم حلقة كتير خاصة من على ذوقك لليلة. اليوم رح نشوف من خلال حلقتنا ريبورتاج، رياليتيز وسكوبس من خلال التور اللي صورناها مع الفنان وائل جسار وباسم فغالي في ميشيغان. كنا في زيارة قصيرة لميشيغان مع الجالية العربية من خلال هالحفل المميز اللي قدموا أكيد ونظموا البروموتر ربيع رضوي، اللي بنوجه له شكر على دعوتنا لدندنة تي في ووجودنا معهم ومع كل الجالية العربية في ميشيغان. رح نشوف لقطات من الحفل بالإضافة إلى رياليتيز وسكوبس وانترفيوز مع الفنان باسم فغالي ووائل جسار. من خلال الحلقة رح نبتدي أولاً باستقبال الجمهور للفنان أو الظاهرة باسم فغالي، ورح نسمع شوي مقتطفات عن تقليده لشخصية الفنانة هيفاء وهبي. خلينا نشوف سوا. مساء الخير، مساء الخير بالفنان نجم باسم فغالي. نحن موجودين بميشيغان بالتور اللي عم تقوم فيها باليو اس اي. مساء الخير باسم. بنقول مساء الخير هيفا. ذن البداية شو بدك احكيك، هيفا ولا مخليها للمسرح؟ لا، بنبلش بهيفا. خبرينا عن التور هيفا. انا كثير مبسوطة وسعيدة بهالتور، ومبسوطة انه عم شوفنا الشعب العربي كله، لأنه نحن من ريحة الوطن العربي، من ريحة لبنان. وهيك هلا انت ونازله من الاليفيتر في ناس كانوا عم بيقولوا لك هيفا، يعني الشبه جايبيتها 100%، جايبها 100%. فكيف قد ايه بياخذ معك وقت يمكن لتركب شخصيه هيفا؟ هيفا صعبة، لأنه من زمان مثلا كنت أقدم صباح بأول الشو، بقى صباح كانت هينة علي اتكحل وحط مسكرة واركض بقى وانكش شعرات ويلا. هيفا لا، في رسم بالميك اب، في لأنه الفيتشرز تبع هيفا كتير مرسومين وكتير حلوين، بقى بياخد شغل أكيد أكتر.
من خلال الفقرة الثانية في برنامجنا رح نشوف لقاء خاص وجميل جدا بيتحدث مع الفنان أو الظاهرة باسم فغالي زي ما ذكرنا عن بداياته الفنية وعن علاقته وارتباطه بالشحرورة صباح، بالإضافة للقطات من الكونسرت لما كان عم بيقلد أكيد الفنانة العظيمة مريم فارس. المعروف عن باسم فغالي أول ما طلع يعني الصباح باسم فغالي، باسم فغالي صباح. كثير انعرفت بشخصية صباح لدرجة إنه صاروا أمرار يسمعوا باسم فغالي يفكروها صباح. لأنه نحن من زيت الضيعة ومن زيت العائلة، أنا وست صباح وبحبها كتير أكيد. وهلا تنكون إن أكيد عم بعمل هيفا وعم بعمل إليسا وعم بعمل مريم ويارا، كل الأشخاص الستارز الجداد اللي بيطلعوا بالوطن العربي. أنا سمعت خبرية صغيرة إنه أنت وجاية على المطار وقفوك قال كان معك وزن زايد بالشنط، شو السبب؟ كان معي أكيد وزن زايد، كان معي خلفية مريم ومقدمة هيفا مش عم تزبط اليوم، مش عم يجلسوا. لا ظابطة منيح. وسكربينة أليسا أكيد أكيد. بالإضافة لهالنجمات العربيات أنت كمان تخطيت يمكن العالم العربي وقلدت مشاهير من هوليوود، من مثل هلا عم حضر ليدي جاجا بقوة بقى، وحاببها كتير لأنه غريب إنه بستغرب إنه كيف هي كومبينيشن بشكلها بين شكلي وشكل صباح، وهاللوك تبعها غريب يعني، في عندها هالكاركتير الويرد مع اللبس كتير غريب يعني، هذا شيء كتير بيساعدني إنه أقلدها. بس مخبرني أنت أي شخصية يمكن الأقرب لقلبك أو أكثر شيء بتحب تقلدها إلا ما يكون في حدا؟ مثل ما قلت لك إنه أنا كتير بحب صباح بالنهاية، وبحب هيفا كتير لأنه هيفا بعتبرها إنه لأنها حلوة من جوا هي هالقد حلوة من برا. وإليسا بحب أقلدها كتير لأنه إليسا كمان كاركتير بضل معصبة وهيك إنه لازاردي وحده بكملني. أنه مساء الخير إليسا، أول شيء بنحب نبارك لك على الألبوم الجديد، يا ريت بتخبرينا أكثر عن الألبوم. الألبوم بعده بيبي، بعد ما عرفت شيء عنه، بس إنه صفا. It's okay. بتحبي تتشكري حدا على الألبوم وهيك؟ أكيد ثانكس برنس وليد بن طلال. USA مفيش الاثنين مش بدكيش. المعروف
عن الفنان باسم فغالي إنه خجول جدا وعادة ما بيظهر قبل ما يكون عنده عرض بشخصيته العادية، يعني بينتظر ليوم المسرح أو يوم الحفلة لحتى ينزل بالشخصية اللي رح يقدمها من خلال الحفل. ففعلا هذا اللي صار لما كنا إحنا بميشيغان، قعدنا يومين تقريبا بالأوتيل ما نزل فيه باسم أبدا من الغرفة لحتى يوم الحفلة، نزل قبلها تقريبا بنص ساعة لحتى نعمل معه هاللقاء السريع behind the scenes ونحكي شوي عن شخصيته اللي بيعيشها يوميا كونه بلبنان أو برا لبنان، بالإضافة إلى تقليده اللي كتير كان مميز للفنانة أصالة. خلينا نشوف سوا. خلينا نرجع شوي لباسم without باسم فغالي، يعني باسم بالبيت والحياة اليومية وبلا كل الاكسسوارز واغراض الشغل، كيف بتعيش حياتك اليومية؟ بعيش حياتي اليومية انه بكون على طول عم حضر، على طول عم بكتب، على طول عم فكر شو بدي اقدم شيء جديد. بحب اكتب كثير السيناريوهات اللي بقولهم، وبحب كثير حضر الكوستمز تبعولي، وبشتغل كثير على الديتيلز تبع الفن اللي بقدمه. وهلا صرت كمان عم بشتغل على الاشخاص اللي على يوتيوب عم يحضروا اكثر من مره الشيء، مشان على طول يلاقوا شغله جديده، كل ما يحضروا زياده كل ما يلاقوا شغله جديده. ومبسوط انه انا معكم وبامريكا وبقول هاي لدندنة كمان بس اذا في حدا يرسم لي عين هون لانه ما بقدر. باسم انا اللي بعرفه كمان انه مش بس يعني باسم بيهتم من A ل Z، يعني بالشخصية من تصميم لشعر لميك اب كله انت ايه كله انا بعمله بالتلفزيون، لا مش كله انا بعمله لانه بكون اكيد مشان يريحوني زياده، بس هيك بالتور ما بكون في معي حدا، بكون انا عم حضر كل شيء من from A to Z. مثل ما بنذكر انت برمضان من سنتين قدمت مثل فوازير رمضانية، هل هالشيء حيتكرر في مشاريع مستقبلية؟ فوازير لا، لانه الفوازير برنامج كتير صعب، وهلا مع التكنولوجيا الجديده وهيك بقى الناس صارت متطلبه كتير، بقى ما كتير بحب فوت بهالريسك 30 حلقه. عم حضر شيء مثل سيت كوم 12 حلقه للتلفزيون، ان شاء الله هلا قريبا رح يفوت بالجري تبع اول الشتويه، رح يكون على LBC. عليكم مع احلاكم، اهلا وسهلا فيكم. انا بحب امريكا كثير، حلم حياتي شوف الرئيس اوباما. هو الرئيس عنا ما شفته، مين بدي اشوف اوباما مش هيك يا عباس؟ هلا خليني اوطي هالميكروفون لانه طولي متر ونص، بس من هون مترين و80. خليني اتنحنح لانه عندي برازل، البرازل بتشفر الصوت وبتعلق لسان البني ادم. ما حطول عليكم، انا ما بحكي كثير، بس ما بعرف ليش بتخلص بطارية تليفوني اوام. رح اغني. صوتي بخليني احس اني امرأة حديثية، بخليني غيظ نضال احمدية، بخليني احس حالي فراشة ضايحة فوق الحميدية. ضايحة ولا غريب؟ رح اغني. رح افكر بطارق العريان وغني. ايمن الذهبي طلقته، صحيح كان ذهبي بس كان معوفني بمناكير. طارق العريان يرقص قلبي، يرقص قلبي، هو لابس هو عريان، هو بالكاتسون كمان. بس كلمات صغار، هيك قصني صورة قصني، خليني اظبط السكس ابيل. والله مرة كان عندي حفلة كانوا عاملين طاولة، قالوا لي انت اجمل من هيفاء وهبي، حسيتهم حبابين، كانوا طاولة دكاترة تجميل بالحمص. يمكن هيدي أول مرة بتعطي اكسكلوسيف انترفيو لدندنة تي في ولا حدا بأمريكا. دندنة تي في بترحب فيك ومبسوطين فيك كتير كتير، وجود لك بكل التور، وإن شاء الله أكيد حنضلنا على تواصل معك من هون لنيو جيرسي. اي ثينك حنكون معك كمان. اوكي، وانا مبسوط كتير كمان انه مثل ما عم بتقول اول مره بامريكا بطلع على تلفزيون بشوفوا كل المغتربين، وهيدي فرصه لإلي كتير حلوه انه اشوفكم ويشوفون المغتربين عبر هيدي الشاشه، ووجه لكم تحيه، وان شاء الله تكون الحفله حلوه اليوم. اسأل شو الجمهور، اكيد في كثير من لبنان، واكيد بدي رحب بكل اللي جايين من الجنوب. شو
من وين كمان في؟ ومش هيك في حدا من سوريا؟ إذا في حدا من سوريا، في حدا خليجي؟ إذا في حدا خليجي لعندي. حلقتنا بعدها بأولها رح نشوف بالجزء الثاني أخبار الفنان وائل جسار والتور اللي عم بيقوم فيه حالياً في أمريكا وميشيغان، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير. خليكم معنا. سافر لف الدنيا وبمنتهى الراحة، كل اللي انت عايزه مع زهني للسياحة. ولو حبيت تزور البيت وتحج زهني للسياحة، من أي مكان ولأي مكان زهني للسياحة بيوفر لك الراحة. سافر لف العالم واتفرج على الدنيا مع زهني للسياحة، الرحلة حاجة تانية. زهني للسياحة، الأمان والراحة. سحر الفخامة، حسن الضيافة، بيت الأصالة، مطعم السلطان. فرحة الجماعات العائلية والسهرات العربية، بهجة المناسبات السعيدة والأعراس الملكية. للحجز أو الاستعلامات اتصلوا بالأرقام التالية. مطعم السلطان، كليفتون، نيوجيرسي. الدرة اسم عريق لسنوات عديدة في إنتاج المأكولات الفاخرة، الآن في الأسواق الأمريكية. مأكولة الدرة طعمها لذيذ وطازة، مصنوعة على طريقة ربة البيت، وبتلاقوا كل شي بتحتاجوه من أنواع الطعام. حمص بالطحينة، فول مدمس، مكبوس ومكدوس الباذنجان، الزيتون البلدي، ورق العنب، وزيت الزيتون الماس المشهور بطعمه ونقاوته. الدرة والماس من أجود محاصيل المزارع العربية. الدرة غذاؤكم دواؤكم. وعودة مشاهدينا في الجزء الثاني من حلقتنا لليلة، واللي بتتضمن أخبار وسكوبس وبيهايند ذا سينز مع الفنان وائل جسار في ميشيغان. أكيد رح نشوف لقطات من الحفل ونعرف منه بعض الأخبار عن مشاريعه المستقبلية واللي جاي حالياً. كثير سعيد مبسوط من نيوجيرسي من دندنة تي في، أنا وزميلتي ليزا ترك موجودين معكم الليلة لنغطي الحفل الضخم. أكيد كلكم ناطرين ختم مسك الختام مع نجم ملك الرومانسية، غنى على الجمر، غنى قال بتوحشيني، غريب الناس بس أكيد مش غريب قديش الجمهور بحبه. من لبنان نجم الرومانسي ملك الإحساس الفنان وائل جسار. الفنان وائل جسار، أهلا وسهلا فيك طبعا بميشيغان وبأمريكا. هذا أول ستوب لك في أمريكا. أهلا وسهلا فيكي وتحياتي لكم ولكل مشاهدي دندنة تي في. وهيدي أول زيارة بعد 7 سنين. مظبوط. وهيدا كان سؤال لإلي، إنه أنت طليت علينا بسنة 2003 بتور كان كبير كتير في أمريكا، ومن بعد اختفيت 7 سنين. شو سبب هالغياب؟ اختفيت ورجعت. لا هو يعني بتعرفي هي أمريكا مش كل يوم فيك تجي عليها، يعني بلد بعيد، بس
بنفس الوقت يعني نحن بنشتاق للجالية اللبنانية والجالية العربية، بنتمنى كل يوم نجي، بس هالمسافة البعيدة أو كمان يعني بدققوا كتير، وبتعرفي يعني السفارة بلبنان، وإذا صار أي شغلة صغيرة كمان بتأثر. وأنا بالنسبة لي أنا بحب دايما يعني ما زور البلد كل سنة أو كل سنتين، يعني ليصير في اشتياق ولا يصير في أشياء كمية كبيرة يعني نغنيها وتكون جديدة يعني. من غيرك شو بسوى أنا، من بعدك شو يعني هنا، أتعذب ونهاري سنة والشوق طويلة، لو تبدلني الوفا أو حتى خفاك حبيبي هالجفا، والله معذبني عالجبر لو بمشي حفا، لو والله فيكر قلبي عالجفا بيعذبني وسهر قلبي عالوفا لا شاور ولا حتى. هلا ما شاء الله عليك بالفترة الأخيرة يعني عم تطلع أغاني كتير قوية عم بتأثر في الناس، وخاصة بالفترة الأخيرة يعني يمكن أكتر غنية علقت براس العالم كلها اللي هي غريب الناس، يمكن لأنه شوي فيها دراما، فيها حزن، فيها قصة واقعية. من شو مستوحاها الغنية؟ هل هي قصة مثلا بس انعرضت عليك أو غنية أنت عشتها مثلا؟ لا، الأغنية أنا لما سمعتها كتير حبيتها، حبيت الكلام، كلام جديد، كلام معبر، كلام إنساني، فحبيت أطرحه موضوع يعني اجتماعي. والفكرة، فكرة الكليب كانت فكرة مدامتي نفذها فادي حداد، فكمان أخذت سكسي كتير كبيرة، وللأسف عم نعيشها واقع يعني اللي عم نشوفه بالكليب هيدا واقع على الأرض عم نشوفه. فبتمنى يعني إنه المال أو الجاه ما يبعد الخي عن خيه، والعائلة يعني تتفكك من وراء المال، لأنه المال بيروح وبيجي، أما الخي والأخت والإنسان مع الإنسان بشكل عام ما بيتكرر. ما فيش إحساس، ما فيش ولا ذكرى ليا، خلصنا خلاص أنا ماشي وكده. اليوم حلو عشنا في كده، معقول يا ساتر ما فيش كده في الحياة، أنا وكنت عملت خاطر. اليوم حلو عشنا في كده، معقول يا ساتر ما فيش كده في الحياة. غريبة الناس، غريبة الدنيا دي، كل شيء بحياتنا بالفترة الأخيرة تغير، حتى الأصحاب، حتى الناس كلها تغيرت مع بعض. يعني يمكن أنت بينتها من خلال علاقة أخوية بالكليب، بس كل شيء تغير. هل بتحس هذا الشيء بيرجع مثلا للحالة اللي إحنا عم نعيشها في الشرق الأوسط؟ هل بيتعلق مثلا في الوضع السياسي أو الاجتماعي أو الوضع مثلا المادي اللي عم بيمرقوا فيه العالم؟ من شو عم بيصير هالبرود بالإحساس عند الناس؟ والله ما بينعرف، يعني ما بتعرفي شو بدها الناس، ما بتعرفي شو بده الإنسان، قد ما تعطيه بضل بعد بده. يعني كرمال هيك بنقول غريب الناس، صح؟ كرمال هيك بينقال إنه غريب الناس، يعني كل شيء مجرد ما يتقدم له الإنسان خلص، أول ما يوصل له خلص من بعده بيصير الأشياء ثانوية، يعني عرفت كيف؟ بتمنى انه ما تتغير نفوس الناس وتضل في هالطيبة، لانه نحن كعرب بالاساس هي ميزتنا الطيبة وميزتنا الوحدة والتكاتف. بتوحشيني وقلتلي بس خايف اسألك، انا بوحشك لما بغيب وفرحتي لما رجعت لي.
أشهر المشاريع الفنية اللي أنتجها الفنان وائل جسار كانت الألبوم الديني، واللي كان متردد بداية إنه يطرحه، ولكن اختار فيه أغاني للجالية الإسلامية والمسيحية، وكان له صدد كتير كبير في العالم العربي. رح نشوف سوا شو قالنا عن هالألبوم ونسمع غنية رسول الله. لو سألت أي طفل عن بلال هيعرفوا ويوصفوا عبد حبش بيربطوه بالحبال وربنا بينصفوا. آخر ساعة في الدنيا وأول ساعة في الآخرة ملاك الموت بيستأذن. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عالصبي. على القرآن وعالسنة بيتربى ويستغنى عن الدنيا وما فيها ويوعد ربه بالجنة. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. طبعا نبارك لك على الألبوم الديني اللي صدر بالفترة الأخيرة. خبرني شوي عن هالألبوم وعن الفكرة إنه ألبوم ديني. والله صراحة يعني الفكرة أول ما طرحت، أول ما يعني قالوا لي عنها نقزتني هيك، أخذت بريك صغير إنه فيها جرأة كتير كبيرة، يعني ما بدنا ننسى. فأول ما سمعت الكلام صراحة لا لقيت إنه ما في شيء، بالعكس مديح للرسول عليه الصلاة والسلام وللصحابة. ولقيت انه نحن كأديان كلنا بنحترم بعضنا وكلنا بنحب بعضنا. فطرحت هاي ألبوم في حضرة المحبوب يلي بيتضمن 10 أغاني، وإلى جانبهم كمان غنيتين لإخواننا المسيحيين كمان، مريم والمسيح. كمان بفتكر نزلوا بلبنان بالإذاعات، وأكيد صاروا على الإنترنت واليوتيوب. يعني لقيتها فكرة كتير حلوة. وبعدين حلو انه هيك نذكر الناس، مش نذكرهم طبعا اني متذكرين، ما حدا بينسى الرسول والصحابة، ولكن انه نفرجيهم هيك شوي كيف كانت حياة الرسول وكيف كان مماته حتى. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عالصبي. قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان وليد. صلى عشانه ركعتين وفي كل عين دمعة شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا؟ سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحن